والقاهرة، الناس والعمارات والعتبات، فاترين وسط البلد، يفط الدكاترة ومكاتب المهندسين، السينمات، كشري والفول والمحمصة، دكاكين الحلاقين وكل وجهات البيوت. ادي البلكونات، الفرجة والفرحة، المشي بمزاج والزحمة، وقفشات المسارح والمكتبات، كتب، مجلات، جرايد، الأنجلو، المعارف، هيئة الكتاب ومدبولي، آلاف الكتب المسنودة على الرف والسنين المسنودة على الحيطان. مكتبات هنا عمرها 100 سنة وشوية. تعال مثلا نشوف في عمارة الشرباجي. عمارة الشرباجي عمرها 115 سنة، ليها 3 نواصي و3 بيبان، شارع محمد فريد وشارع عدلي وشارع عبد الخالق ثروت. وهنا مكتبة الأنجلو. ومكتبة الأنجلو سنة 28 أسسها الأستاذ صبحي جريس عشان تطبع وتنشر كتب باللغة الإنجليزية، ثم توالت الأجيال ولسه الجيل الثالث بيدير نفس المكتبة في نفس المكان وبنفس الروح. هنتقل العتبة دي إلى تاريخ يقترب من 100 سنة، مكتبة الأنجلو. طبعا أنا أول ما تدخل شم ريحة الكتب والمكتبة والزمن وكل حاجة جميلة. أهلا 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 وسهلا. ازيك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله. ازيك يا أستاذ فادي؟ أخبارك إيه؟ نور. ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ كله تمام؟ اتفضل. قبل ما نتفضل، إيه ده أنا كده نقلت 100 سنة على طول ورا، ها؟ يعني 5 سنين ونبقى 100 إن شاء الله. هتعمل بقى احتفالية ضخمة إن شاء الله. احنا معاك، لازم نعمل احتفالية كبيرة. الحاجات الأماكن دي بالنسبة لنا كنز. تعيش، ده شرف لينا إن شاء الله. يلا احنا دلوقتي دخلنا، احنا كنا كده في شارع ايه؟ محمد فريد. شارع محمد فريد. والعمارة دي هي دي عمارة الشرباجي؟ دي ولا اللي جنبنا؟ دي عمارة الشرباجي. دي عمارة الشرباجي. يعني عمارة الشرباجي دي أنا اكتشفت وأنا داخل إن كنت باجي هنا الأستاذ مجدي العمروسي، صوت الفن. صوت الفن هنا دي، عارف انت المعلومه دي؟ اسمع بس ما صوت الفن دي يعني انت بتتكلم في الاستاذ عبد الحليم والاستاذ عبد الوهاب والاستاذ مجدي العمروسي طبعا والاستاذه ليلى مراد الله يرحمهم جميعا يعني. يلا اتفضل، تعال نقعد هنا كده القعده الجميله دي. اتفضل يا استاذ. حاسه كده ايه؟ ركن لوحده. يعني في جزء برايفسي اللي هنا، كل التخصصات او الكتب اللي حوالينا تقريبا ليها علاقه ببعض. ايه بقى علاقه بعض ايه هنا؟ علاقه الديكور، عشان كده بقى لما يجي لك حد صاحب مزاج يعني بيدخل في الجزء ده يقعد ينقي الكتب. قول لي استاذ فادي واخوك الاستاذ كريم وفي حد تاني جيل؟ انتوا الجيل الايه؟ الثالث. الوالد امير استلم بقى من الجد اللي هو صبحي جريس، اللي هو الاستاذ صبحي رحمهم الله. حكوا لك ايه؟ قالوا لك ايه على المكتبه؟ بما انك حبيت الكتب يعني حكوا لي كتير. احكي لنا كده. بص، احنا كان ايام جدي كان على طول في صالون ثقافي هنا لنجيب محفوظ، لطه حسين، العقاد، مع الاحتفاظ اللي احنا ما كناش بننشر لهم، احنا بس نشرنا كام حاجه للعقاد، لكن كل الناس دي كانوا ليهم صالون هنا في الدور ده. انا عارف ان احنا عندنا في دور فوق ده الاداره، وهنا وتحت كمان لسه هنشوف تحت الدور ده. لا كان هنا اهو. هنا صالون ثقافي بيتعمل كل قد ايه بقى؟ يعني كل اسبوع. وده الجد ايام الجد، واستمر ايام لا ايام والدي لا ما استمرش. لا للاسف.